السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. ويا مساء النشاط، يا مساء مليان تشجيع وتحفيز وطاقة إيجابية، مساء مليان حب وأمل في الله، يا أحلى وأجمل وأحن خلق الله. يا رب يجعل أيامكم كلها حلوة، أيامكم كلها ستر وصحة وراحة بال. يا رب يجعل أيامكم كلها مليانة جبر خواطر، تجبر خاطرنا وترضينا وتطيب قلوبنا وتفرح قلوبنا بما نتمنى. اللهم آمين يا رب العالمين. ويا رب تجعل لنا من سعادة الدنيا والآخرة نصيب، تكفينا شر فواجع الأقدار. يا رب ما تفضحناش ابدا ولا تذلنا ابدا، وتسدد ديننا وتفك كربنا وتزيح همنا وغمنا، وتنصر اخواتنا في فلسطين واخواتنا المستضعفين في كل مكان. قولوا امين، اللهم امين يا رب العالمين. يوم جديد، روتين جديد، مليان طاقة، مليان حب وامل في الله، مليان تشجيع وتحفيز. يوم جديد يعني طاقة جديدة، يعني عمر جديد اتكتب لك، يعني خسارة العمر الجديد اللي اتكتب لك ان هو يضيع في هم ونكد وزعل، حتى لو تحت اي ضغط، حتى لو تحت اي ظروف انت بتمر بيها. جربي ان انت تسعدي نفسك بنفسك، عشان مفيش حد في الدنيا هيسعدك. وجربي تملي نفسك، الكوبايه الفاضيه بتاعتك دي تمليها حب وحنان منك لنفسك كده، عشان تعرفي تدي اللي حواليك حب وحنان. طول ما انت فاضيه من جوه صدقيني مش هيكون عندك حاجه تديها لحد، ولا هيكون عندك حب تديه لجوزك، ولا حنان تديه لاولادك، ولا جبر خواطر تعرفي تجبري بيه خاطر حد، طول ما انت فاضيه من جوه. فحاولي على قد ما تقدري تملي الفراغ الفاضي اللي جواكي ده من جوه، علشان تعرفي تدي كل اللي حواليك طاقه حلوه ونشاط حلو وامل حلو وطبطبه حلوه وحنيه حلوه وكلمه حلوه حلوه كده تجبر الخاطر. ربنا يجعل لكم من جبر الخواطر نصيب. بدات يومي كده بالصلاه على النبي، وعايزه لايك حلو للفيديو وكومنت قمر زيك كده. ولو لسه كنت ما اشتركتيش في القناه فشرف ليا وجودك معايا. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا ويديمكم نعمه في حياتي. طيب انا نفسي ابقى سعيده، وانا مش عارفه سكه السعاده دي اروح لها منين، اجيبها منين. انا كل حاجه بتشد فيا، كل حد في الدنيا كده بيشد فيا في ناحيه. اكفي مين ولا مين ولا مين، وارضي مين ولا مين ولا مين، وعماله ارضي 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 وارضي، والله العظيم ما الاقي حد يراضيني. ان شاء الله ربنا هيراضيني وهيراضيكي وهيراضي الكل بامر الله. عاوزه اقول لك على حاجه، طول ما انت عندك طاقه للعطاء ما تدوريش ان انت تاخدي العطاء اللي انت اديتيه ده مقابل. طول ما انت عندك من جوه ربنا مالي قلبك رضا، راضي اللي قدامك وطيبي خاطر اللي قدامك وفرحي اللي قدامك، وما تستنيش مقابل، صدقيني هتعيشي مرتاحه جدا جدا. احتسبي كل اللي انت بتعمليه لوجه الله الكريم فقط لا غير. احتسبي كل حاجه بتعمليها، كل كلمه، كل طبطبه، كل سؤال، كل جبر خواطر بتكبريه، احتسبيه عند ربنا. ما تستنيش من اللي قدامك مقابل، عشان لو استنيتي من اللي قدامك مقابل صدقيني والله العظيم هتتعبي نفسيا جدا 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 فوق ما تتخيلي. بدأت كده يومي كوباية قهوة حلوة نظبط بيها المزاج ونظبط بيها الدنيا كده ونشحن طاقة عشان نعرف نكمل اليوم بتاعنا. شربت كوبايه القهوه بتاعتي واستعنت بالله وتوكلت على الله. الاستغفار اساسي، الصلاه على النبي اساسي، هي بتطيب قلبك وتملى قلبك طاقه ونشاط ورضا كده. ربنا يملى قلبكم بكل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا وفي الاخره كمان، اللهم امين يا رب العالمين. قلت ادخل اعمل لهم فطار كده على السريع حلو كده يفتح النفس كده، بمناسبه ان احنا متجمعين في اليوم ده، فعايزين فطار بلاش كل واحد يفطر على راسه. نفسي ايام زمان ترجع تاني، لما كنا بنتجمع على الفطار مع بعض، على الغدا مع بعض، على العشاء مع بعض. اللي جعان ياكل اي حاجه يصبر نفسه بيها، ولما ابونا يجي من بره، الاب صاحب الاسره يجي من بره، نتغدى كلنا مع بعض. ناكل اي حاجه تصبيره، لما اخويا يجي من بره نتغدى مع بعض. فين الكلام ده يا بنات؟ افتقدناه خالص خالص خالص، ما بقاش موجود في حياتنا اصلا. بقى كل واحد بقى عامله الطبخه وصرفه ومكلفه وعامله الاكل الحلو كله، عامله كل حاجه حلوه، وللاسف الشديد كل واحد بياكل على راسه، ما بحسش بطعم الاكل. يا ريت يا ريت نرجع تاني زي زمان، نحاول نظبط دنيتنا كده، نتجمع على فطار، على غدا، على وجبه واحده حتى زي حالاتي كده اهو في الفطار تمام او زي الفل. في بتبقى مسؤوليات، بيبقى في ضغوطات، بيبقى في غصب عننا حاجات هي اللي بتضطرنا لكده، بس بنحاول. يعني حاول انت تجاهدي نفسك وتجاهدي الحاجات اللي التراكمات دي والحاجات اللي بتبقاش مظبطه لك يومك دي، وتظبطي يوم. خلاص اليوم ده هنفطر فيه مع بعض يوم الجمعه، يبقى نعمل فطار حلو كده الموجود والمتوفر على قد امكانياتك وعلى قد اللي بين ايديكي. والله العظيم هتلاقي اللقمه زي السكر وزي العسل كده طول ما احنا متجمعين. عاوزه اقول لك مهما اي ضغط عديتي بيه، او مهما عديتي باي ظرف ما هوش قد كده، مش عايزاكي تزعلي، مش عايزاكي تتضايقي، مش عايزاكي تخنقي نفسك. طول ما انت صحتك كويسه وبيتك كويس وولادك كويسين والسر الحمد لله رب العالمين هادي لدرجه ان احنا الدنيا ماشيه كده، عاوزاكي تحمدي ربنا وتقومي تصلي 1000 ركعه شكر لربنا، الحمد لله يا رب على النعمه اللي انا فيها. مش كل واحد بيتمنى اي حاجه بتجيله،
مش كل واحد شايف حياه يعني انا ممكن ابقى شايفه حياتك الله ده انت حياتك جميله قوي قوي، ده انت مبسوطه ومتهنيه وجوزك بيوديكي وبيجيب لك وبتلبسي احلى لبس وبتاكلي احلى اكل، وانا اصلا والله العظيم لو في غطا كده واتكشف كده اهو وشفت حياتك على الحقيقه، انا عمري ما هتمنى ان انا عايشه. فعاوزه اقول لكم كل واحد يحمد ربنا على النعمه اللي هو فيها، كل بيت فيه اللي مكفيه، ومع ذلك بنكمل وبنعافر في الدنيا وبنضحك وبنهزر وما بنضغطش على نفسنا عشان ما يجرالناش حاجه، عشان يوم ما هتتعبي ما فيش حد بيشيل حد، ولا حد بيطبطب على حد، ولا حد بيواسي حد حتى بالكلمه كده، واللي هيواسيكي بالكلمه بيبقى مستنيكي تردها له بكره ولا بعده. مش بيقولوا كله سلف ودين، حتى دمع العين احنا مش عايزين حد يسلفنا والله ولا يضايقنا حاجه، ولا عينيه تدمع علينا، حتى احنا مكتفيين بنفسنا لنفسنا كده. اكتفي بنفسك، جربي تكتفي بنفسك، جربي الوقت الفاضي اللي انت بتضيعيه مع اختك بتتكلمي على فلانه، اللي احنا ممكن نقعد مكالمه تليفون طويل عريضه ساعه نرغي في التليفون على فلانه دي، جربي ان انت لا انا مش حابه الحوار ده، كنسلي المكالمه دي خالص. عارفه ان احنا نتكلم تقولك على قصه حصلت عند جيرانها عند معرفش فين، الوقت ده بيتك اولى بيه، صحتك اولى بيه، ولادك اولى بيه، انت تقومي تصلي وتستغفري كده زي الفل تمام قوي قوي، ولا تخوضي في سيره ناس، ولا تتكلمي على ناس، وخليكي اكتفي بنفسك وببيتك وبعيالك. صدقيني هتلاقي نفسك ام منتجه وام شاطره وام قروبه ولهلوبه ومدبره وموفره، وهتلاقي كل حاجه حلوه فيكي كده. فطرنا ظبطنا الدنيا كده، وقلت ادخل ايه، كان عندي حبه هدوم كده عايزين يتكووا يعني، عارفين الصيف وهدوم الصيف وخروج الصيف، اللي هو الزوج شغال ربنا يبارك في عمره ويوسع رزقه يا رب ويكفيه شر طريقه هو واللي زيه يا رب. فعلى طول بقى اكون محافظه على قد ما اقدر، يعني تيشرتين ثلاثه وسخين اروح غسلاهم اول باول. بلاش تراكمي هدوم عليكي، بلاش تراكمي حاجات عليكي، لان انت عارفه لو في تيشرتين والله العظيم وسخين بيسيب والدولاب مليان، لا يسيب الدولاب كله ويروح يدور على التيشيرت اللي هو سبحان الله بيبقى وسخ ده عشان بيبقى محتاجه. فما تراكميش هدوم عليكي، ولا بناطيل ولا تيشيرتات ولا شرابات ولا اي حاجه، الغسيل اولا باول تخلصي منه، هتحسي ان انت عندك طاقه، الدنيا عندك تمام، الدنيا عندك متظبطه، قاعده مرتاحه نفسيا، مش قاعده عاتله هم لما يجي خارج يدور على انهي تيشيرت يلبسه. تمام كده. يبقى لما تظبطي دنيتك كده وتظبطي حالك وحاجتك اول باول معموله، شغل بيتك اول باول معمول، انت كده ست بيت زي الفل. صدقيني جوزك مش بيطالب بان مراته تكون ما شاء الله الله اكبر ملكه جمال في النظافه، وملكه جمال في جمالها، وملكه جمال في نظافتها، وملكه جمال في كل حاجه. هو كل اللي مطلوب يعني اللي نفسه فيه كراجل، يعني انا من وجهة نظري ان هو يبقى داخل لاقي البيت متروق، واحده مستنياه مبتسمه، قلع هدوم البصل والثوم، لابسه عبايه حلوه، لابسه بيجامه حلوه، حاطه حبه روج حلوين، مبتسمه بس. صدقيني ان هو يبقى داخل من بره كده بيرمي وراه كل الضغوطات بتاعه الشغل، كل المشاكل بتاعه الشغل، ويدخل. بلاش على طول تستقبلي من على الباب كده بقيل وقال وجارتي حصلت وجيراني عملوا واتخانقوا وضربوا بعض والعيال، وطول النهار اللي بيحصل بترجعي تكرهه له. هو جاي من بره تعبان، اديله ريست كده، ريست، قسط من الراحه زي ما بيقولوا كده. طيب وقت ما بيكون متضايق جوزي ومخنوق ومتنكد، انا ببقى مش عارفه اعمل معاه ايه. انا هقول لك تعملي ايه. صلي بينا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام، عشان تكسري اي زعل واي نكد او اي خناق او اي حاجه ممكن تنكد عليكي عيشتك وتنكد عليكي حياتك وتقلبه عليكي. خليكي ست ذكيه، ست قروبه ولهلوبه وشاطره كده. طب الذكاء في ايه في الموضوع ده؟ الذكاء انت تعرفي سكه جوزك ايه. جاي من بره كوبايه عصير، يلاقيكي مستنيه بكوبايه عصير ساقعه كده ترطب على قلبه وتهديه حتى لو في مشاكل. جه متضايق مخنوق، مش لازم اقف فوق راسه وافضل اقول له في ايه، احكي لي، قول لي في ايه، انت متخانق مع مين، انت ضارب مين ولا مين ضربك، انت ايه اللي حاصل معاك، احكي لي وقول لي. سيبيه يهدى، يمكن هو مش عايز يتكلم دلوقتي، يمكن هو حابب ان هو يسكت. انت ما بيمرش عليكي اوقات كتير جدا بتحبي تسكتي؟ انا عن نفسي ببقى مخنوقه ومتضايقه وهفرقع كده، اقسم بالله العظيم ببقى عايزه اسكت. يعني اي حد يجي يسالني مالك، اقول لهم انا عايزه اسكت، انا مش عايزه اتكلم. فقدري ان هو بيمر بالوقت ده مش عايز يتكلم. تعالي بعد شويه كده روقي دنيتك، ظبطي حالك، حبه برفان حلوين، الدنيا تمام، نلاقي نفسنا بنتكلم. طيب جه اتكلم، افضل اجيب من تحت رجليه واحطه فوق راسه وانت غلطان وانت لا. حاولي على قد ما تقدري تغلطي الطرف التاني، بلاش تغلطي هو، هوني عليه، قولي ده انت ما كانش قصدك حاجه، ده انت نيتك خير، ده في الشغل مثلا كانوا عملوا كذا كان الموضوع اتحل. يعني حاولي تهوني عليه الدنيا كده عشان الدنيا تهون والدنيا تمشي. بلاش تجيبي له من تحت رجليه تحطي له فوق راسه عشان ما يبقاش مضغوط اكتر، بدل ما يفضفض معاكي لا خلاص انا مش هفضفض معاها تاني، دي بتقفلني. دوري دايما على استكك الحلوه اللي تهديه بيها، يا اما لو ما عملتيش كده هو هيدور على حد تاني يفضفض له بره يكون بيهديه افضل منك. احنا مش عايزين نوصل للسكه دي خالص. هقول لكم عملت ايه.
كان عندي تقليه كنت عاملاها من العيد يا بنات، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبلغنا العيد الجاي كده ورمضان واحنا في اتم صحه وعافيه يا رب، يجعل ايامنا كلها سعاده وهنا. كان عندي حبه تقليه دول حطيتهم في الفريزر، اكلنا منهم ساعتها والباقي حطيته في الفريزر. جيت النهارده بقى قلت ايه، هطلع حبه التقليه دول، سلقت لحمه، سلقت كيلو لحمه، ان احنا الاكله دي بنحب ناكلها على يومين. سلقت كيلو لحمه وطلعت التقليه دي، زودتها بشوربه اللحمه، وعجنت حبه رقاق. الرقاق ده زي ما انتم شايفين عجنته كده يا بنات، لا طريه قوي ميه ولا تخينه قوي، يعني العجينه متوسطه. عجنت العجينه، واي عجينه تعجنيها هتعجني عجين، تعملي عجين، لكن العجينه ترتاح شويه. العجينه ارتاحت شويه على بال بس ما فكيت التقليه اللي مطلعها من الفريزر، وحطيت في قلبها اللحمه وسبتها غلي غلوتين، ونضفت الجرجير والدنيا كده تمام، وقعدت بدات ارق الرقاق بتاعي. الرقاق ده بيبقى رقاق طري يا بنات، رقاق طري، هو بيتاكل سخن كده مع التقليه وهي سخنه كده. بس للاسف الشديد قابلتني مشكله عويصه كبيره جامده جدا ملهاش حل. ان الطاجن زي ما أنا قلت لكم المره اللي فاتت، الطاجن كان اتشرخ وما عرفتش الصراحه، يعني ما عرفتلوش حل، مع ان في واحده قالت لي، حبيبه قلبي قالت لي ان الطاجن حله ان انا اجيب القالب الطوب ده واحكه في الحته اللي فيها شرخ دي، وادهنه بعد كده تقريبا بدهنه. انا قعدت افتكر هي قالت لي ايه، حتى دورت على الكومنت للاسف الشديد ما لقيتهوش. فالمهم استبعدت فكره الطاجن خالص، وقلت الجيش قال لك اتصرف، تعملي ايه يا لولو، تعملي ايه يا لولو. طلعت الطواجن الصغيره اللي كانت عندي، اللي بعمل فيها الكنافه بالمانجا، بعمل فيها اي حاجه، الطواجن الصغيره بتاعه الرز. طلعتها رحت غسلاها وبدات احط التقليه فيها، واليوم عدى وتمام. فما توقفيش نفسك على حاجه واحده، ما حاجه وقفتك او عطلتك، لا دوري لها دايما على بديل اللهم صل على النبي. دوري لها على بديل. في فرح في الشارع شكله، وربنا يفرحكم يا رب، ويجعل الفرح يدخل بيتكم ويدخل بيتنا يا رب، ويجعل ايامنا كلها سعاده وهنا. فعشان كده الصوت دخل في بعضه. طيب عرفتي السكه ايه، عرفتي ان انت تعرفي تحلي مشاكلك ازاي، عرفتي ان تحت اي ضغط او اي مشكله تحصل تلاقي لها حل. ما تعقديش الدنيا وما تراكميش الدنيا وما تضغطيش نفسك ولا تضغطي جوزك ولا تضغطي عيالك، وهوني على نفسك. انت عارفه ان من اكتر الناس الرايقه في الدنيا، اللي بتبقى يعني الناس الرايقين قوي، مش هقول لك الباردين لا خالص، الرايقين قوي في نفسهم دول بيبقوا كسبانين صحتهم. واللي بتهري وتنكد في نفسها كده وقلبها حامي ودمها حامي دي، صدقيني اقسم بالله ما بتعمر كتير. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، كل حاجه بتبقى واخداها على اعصابها، كل حاجه بتبقى مضغوطه فيها، كل حاجه بتبقى لا حاسه ان الحاجات كلها فوق دماغها. فحاولي تهوني على نفسك وتعلمي ان انت تبقي رايقه شويه، مش هقول لك تبقي بارده، لا اتعلمي ان انت تبقي رايقه. ابقى رايقه ازاي؟ ابقي رايقه في ان الحاجه اللي ما تخصكيش ما تكلميش فيها، ابقي رايقه في قله نزولك وطلوعك اللي على الفاضي، ابقي رايقه في ان انت تبقي تقيله في الكلام، في ان انت مش اي موضوع واي حوار واي قصه تحشري نفسك فيها. ابقي رايقه في ان انت تبقي عزيزه كده، تغلي نفسك، تعرفي تغلي نفسك، ما ترخصيش نفسك. يعني اول ما تيجي تتكلمي كده تخلي كل اللي قاعد يستمع لك. ليه؟ لان انت تقيله في الكلام. ليه؟ لان انت بسم الله ما شاء الله عليكي يعني كده، بتتكلمي الكلمه عارفه رايحه فين وجايه منين. ليه؟ لان انت ما بتفضليش تتكلمي عماله على بطال في حاجات تافهه وحاجات هايفه، وترمي افيهات اصلا ملهاش اي 30 لازمه، تخلي اللي قدامك مش هقول لك يحتقرك، يستهيفك. لا احنا مش عايزين نبقى هايفين، احنا عايزين نبقى ستات بيوت كده، بنسد كده في اي موقف. تعملي لنفسك قيمه بان اي موقف يحصل، حوار يحصل، لما تيجي تتكلمي مع جوزك ياخد كلامك في الاعتبار، مش تتكلمي زي ما بتتكلميش. ما هو لو حط في دماغه ان كلامك زي قلته، هيبقى في حاجات مترتبه على كده. ايه الحاجات المترتبه على كده؟ ايه؟ ان حضرتك تبقي بتتكلمي في حاجات كتير قوي هايفه ملهاش لازمه، حاجات ما تخصكيش، حشريه، مش تقيله وراكسه كده وراسيه. لا جربي تبقي تقيله كده وتتكلمي كل كلمه قبل ما تطلعيها من بقك تعرفي رايحه فين وجايه منين. بصوا بقى، قعدت حطيت الصينيه كده على الارض، ربنا يوسعها عليا وعليكم يا رب. والله العظيم طول ما انا شغاله عامله اقول يا رب وسعها عليا وعلى عبيدك يا رب، يا رب وسعها حالنا كلنا يا رب، يا رب تكبر خاطرنا وترضينا كلنا يا رب. حطيت الصينيه، ما كانتش القعده صراحه سعفاني خالص، قمت مش قادره اقول لكم، ظهري ده مقسوم حتتين كده، مقسوم حتتين. بس الحمد لله نعمه وفضل، والله احسن من غيرنا بكتير قوي قوي قوي. يا رب يوسع عليا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا الناس هتقول لي ما انت عندك الفرنه التانيه ما عملتيش فيها ليه، لان الواد بيذاكر، الواد بيذاكر يا اولاد، ادعوا له ربنا يوفقه وييسر له حاله ويدبر له اموره ويذكره يا رب، ويكفيه شر الشتات والتردد هو وكل اللي زيه، اللهم امين يا رب العالمين. فصعب ان انا اروح اشغل الفرن او اخش الاوضه واقعد اعمل فيها حاجه اصلا وهو بيذاكر. فاستكفيت بس بالقعده دي وتمام، الدنيا تمام. عملت حبه الرقاق وقمت، وبيتاكل كده سخن موحوح كده هو والتقليه، الف هنا وشفا يا رب.
اقول لك ان انت لما بتقعدي ساكته كده وتترقبي كل حاجه بتحصل حواليكي بوسكات، انت بتتعلمي من كل حاجه قدامك. عاوزه اقول لك ان سكاتك ده صدقيني كنز كبير قوي قوي. انت تبقي قاعده ساكته كده وبتتفرجي بس. يكفي ان انا ابقى بتفرج بس، مش لازم كل حاجه احط بصمتي فيها، مش لازم كل حاجه تخصني ما تخصنيش اتكلم فيها. اقعدي كده وتعلمي من كل الحوارات اللي بتحصل حواليكي. بلاش تبقي خفيفه في الكلام، بلاش تبقي متسرعه في الكلام. الكلمه اللي تقوليها قبل ما تقوليها، خلي الكلمه كده تعدي على فلترين كده، فلترين اتنين بس. خلي الكلمه كده تعدي على ودانك، خلي الكلمه كده تعدي على دماغك، وشوفي الكلمه، يا ترى الكلمه اللي انا هقولها دي كويسه ولا وحشه؟ طب رد فعل اللي قدامي هيقول ايه عليها؟ طب اقولها ولا ما اقولهاش؟ طب ولا اسكت احسن؟ في الغالب انا عن نفسي بقول لك اسكتي احسن. السكات زي الفل تمام قوي. آه، مش هتتحاسبي لو انت سكتي ليه. لكن لو جه موضوع ما يخصنيش ماليش فيه، رميتي حضرتك كلمه كده بدون قصد خالص، رميتي كلمه كده بنيه صافيه، الله اعلم اللي قدامك هياخد الكلمه بنيه صافيه زي ما انت قلتيها، ولا هيلونها ويحورها ويشكلها ويحبشها بقى ويظبطها تظبيطه حلوه. طب انا ايه اللي يخليني اتحط في مواقف زي كده واخلي اللي قدامي ياخد عني فكره غلط او يلون الكلام اللي انا هقوله؟ اذا كان هو نيته مش سالكه، انا نيتي سالكه، بس يعني هيبقى صعب ان انا اثبت ان نيتي سالكه. فخلينا نقضي اطول الوقت وانت ساكته، انا لا اسمع لا ارى لا اتكلم، بس كده بس كده، والله العظيم هتعيشي مرتاحه وعمرك ما هتجيبي مشكله لجوزك. حاولي على قد ما تقدري. الصوت العالي بيودي في حتت مش كويسه خالص. هدي نفسك وهدي قلبك كده، واشربي شويه ميه ساقعين كده رطبي بيهم على قلبك عشان ما يبقاش صوتك عالي، واللي قدامك ممكن تبقي بتتكلمي عادي واللي قدامك يفكر انت بتتخانقي معاه. فهوني على نفسك كده، ربنا يهون عليا وعليكم كل الحاجات الوحشه اللي في الدنيا، يكفينا شرها ويهون علينا العيشه والحياه والضغوطات اللي احنا فيها، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا، الفرن كانت جميله مولعه. الفرن الشوايه، انا عندي البوتاجاز دايما بيولع، الشوايه بتولع لوحدها بعين، والفرن بتولع في عين بعين. فانا كنت مولعه عين الشوايه من فوق ومولعه عين الفرن، فاسعف معايا جامد جدا. زي ما قلت لكم اتسالت المره اللي فاتت، حاطه الصاجه ازاي يا لولو؟ الصاجه العاديه بتاعه الفرن يا بنات، كفيتها على على القعره بتاعه الفرن نفسها، على صاجه الفرن. الصاجه اللي بتبقى زياده، اللي بتبقى بتحط كده زي الشبكه كده بتبقى جايه مع الفرن، حطيتها على في قلب صاجه الفرن نفسها، كفيتها عليها، بحيث ان النار ما تبقاش مباشره على الفطير وانا بعمله، ما يتحرقش مني بسرعه. طلعت الطواجن زي ما انتم شايفين كده، والله العظيم كان الاكل جميل وحلو. اي نعم العيال اتفاجئوا، يا ماما هو انت عامله في الطواجن الصغيره دي ليه؟ بس قلت لهم عشان الطاجن للاسف الشديد كان مخروم وبايظ، فان شاء الله باذن الله لما نروح البلد نجيب واحد غيره. حطيت اللحمه كده في طاجنين، وحطيت التقليه في طاجنين، وادي الرقاق سخن موحوح كده يستاهل بقكم بالف هنا وشفا يا رب الكل اللي كل. كنت جايبه حبه صابون، كنت مخلصه صابون بقالي كتير جدا جدا ما جبتش الصابون ده، وعلى يدكم يعني بقالي في فتره طويله قوي ما جبتوش. كان بيسعف معايا وبينجز معايا جدا جدا، هو بيرغي وحلو وجميل وعسل وسكر، بس الاحسن منه صابون الغسيل يا بنات، الصابون البلدي اللي احنا كنا عاملينه بزيت المواعين، بزيت الاكل انا اسفه. بسم الله ما شاء الله، بيقعد معايا يعني، بعمل لتر ونص من الزيت عليهم ربع كيلو بطاس عليهم 4 مجات ميه، بيقعد الكميه دي بتقعد شهر كامل معايا. ممكن اغسل بيها بقع هدوم تبقى متوسخه، ممكن بغسل بيها المواعين اساسي. البوتاجاز بيبقى بربرق كده، بربرق. الحوض اللي الناس الحوض بتاعها استلس فيه يا بنات، اصلا استلس بيبقى مطفي، يعني مهما انت غسلتي فيه نظفتي فيه سبحان الله الاستانلس ده بيبقى لونه مطفي. بس علشان ابقى يعني ريحت نفسي وريحت نفسيتي واعمل ايه عشان الحوض ينور الى حد ما، خلي الحوض بتاعك ناشف خالص، ما تحطيش فيه ولا نقطه ميه، نشفيه بحته قماشه قطن. ماشي، هاتي شويه كلور قد كوبايه كلور، هاتي عليها اي نوع مسحوق بودر، اي نوع، اوكسي، كلوروكس، بتاع اي نوع مسحوق بودر، باهي، اريال، زي ما تحبي، بس بعيد عن الحاجات المقاطعه طبعا. حطي الكلور دلدقيه كده على البوتاجاز، على على الاسف على الحوض، وحطي عليه حبه المسحوق البودر اللي عندك، وجيبي سلكه ناعمه، وعايزاكي تمسكي الحوض اديله كده، هو فين يوجعك ما تخليش حته فيه لما تدعكيها، بس تكوني واكله كده ومتقويه كده وفيكي حيل، وامسكي الحوض تصبني فيه تصبينه مع نقطه ميه بسيطه جدا، وعاوزاكي تدعكي بقى. وبعد ما تدعكي اشطفي وارجعي ادعكيه تاني بالسلكه، ادعكيه مرتين ثلاثه كده، وعايزاكي تبصي والله العظيم هتلاقي الحوض بتاعك نور، حتى لو الحوض الاستانلس بتاعه مطفي، لان انا زي ما بقول لكم كده في احواض كتير استانلس بيبقى الخامه بتاعتها اصلا مطفيه، فمهما تدعكي لا بيبقى الحوض مش الطف حاجه بصراحه. جانا بتقول لكم ازيكم عاملين ايه، وبعت لكم بوس كتير كتير كتير. حطوا لايك حلو بقى للبت جورجيا دي، ربنا يا رب يصلح حالها واحوالها ويفتح بصيرتها هي واللي زيها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين.
بس غسلت المواعين. وطول ما انت بتغسلي كل يوم كل يوم مواعينك تتغسل، لو غسلتي المواعين في اليوم مرتين، الحوض تاخديه في ايدك كده وانت ماشيه. وعودي بنتك برضو حتى لو هي صغيره، حتى لو في ثالثه ابتدائي، خمسه ابتدائي، رابعه ابتدائي، طول ما هي واقفه في الحوض وفي المطبخ وشايفه طبق في الحوض يتغسل يتغسل. يعني انا واحده من الناس، لو انا عندي مثلا سلفتي بنبقى مثلا عند حماتي، بنبقى في مقابله، متجمعين عندها، متجمعين عندي، الاقي ايدها في ايدي مثلا في كل حاجه، الاقيها بتعمل معايا كل حاجه. في سلفتي تانية، ممكن تبقى سلفتي تانية واحده تبقى واقفه كده، استغفر الله العظيم يا رب، ما بتحطش ايدها في اي حاجه. انهي واحده من الاتنين دول هتبقى مقربه لقلبي اكتر؟ اللي هتبقى بتساعدني ايدها في ايدي وبتنظف معايا وبتعمل معايا ان شاء الله حتى لو كوبايتين شاي الاقيها واقفه تشطف معايا على الحوض، ولا اللي تبقى واقفه عامله نفسها ضيفه ولابسه كده وحاطه ايديها في وسطها كده وواقفه ما بتعملش اي حاجه في حاجه؟ طبعا اللي هتبقى قريبه مني اكتر اللي هي بتساعدني. فعودي بنتك دايما وفهميها كده ان اللي بيعمل، انت الصحه بياكلها الدود في الاخر. اللي بيعمل ما بيخسش حته، والله العظيم ما بينقصش حاجه، بالعكس ده انت هتعملي وهتجوعي وهتاكلي وتبقي عسل كده وقمر وسكر كده. هتفضلي واقفه كده معلش، هتتخني وتبقي تخينه ومفشفشه وتبقى جسمك مش حلو، وغير كل ده كده وكده مش هتبقي محبوبه بين الناس. فعودي نفسك ان انت تبقي واقفه، اللي واقف بيعمل اي حاجه شاركيه فيها بمزاجك وغصب عنك، حتى لو الحاجه اللي انت اللي بيعملها دي صعبه عليكي، حتى لو الحاجه اللي بيعملها دي انت مش عارفه تعمليها، شاركي، اعزمي عليه. طب اعمل معاكي، طب اساعدك، طب اناولك حاجه، طب اقلب لك حاجه، طب اقرب لك حاجه، طب اعمل لك حبه السلطه. صدقيني لو عودتي بنتك على الحركه دي، انا الصراحه بموت في الناس اللي بتعمل كده، بحبهم قوي 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 بجد من كل قلبي. بحس فيهم بالحنيه، سبحان الله، مش عارفه ليه، بحس ان انت حاسه بيا وحاسه ان انا ممكن ابقى تعبانه ومش قادره اقول لك اعملي الحاجه دي او مستثقله الموضوع، وانت كتر خيرك تيجي تعزمي عليا، احسك ان انت المنقذ بالنسبه لي، ربنا بعتك ليا تنقذيني كده، او تهوني عليا، او تطبطبي على قلبي، او تجبري خاطري، او تسليني، تونسيني، تفرحي قلبي بان انت تبقي محسساني ان انت قلبك عليا. زي ما بيقولوا كده، القلب على القلب رحمه. يا رب يجعل قلوبنا مليانه رحمه ومليانه جبر خواطر، مليانه حنيه وحنان وطيبه وطبطبه. ويا رب تكفينا شر القلوب القاسيه. يا رب الناس اللي قلوبها قاسيه ما تجمعناش بيهم لا صدفه ولا بميعاد، ولا تجعل لنا كده جنسي لنمنا على جنسهم زي ما بيقولوا كده. يعني هم في حالهم واحنا في حالنا. الناس اللي قلوبها قاسيه دي عشان من عاشر الامم 40 يوم صار منهم. عشان انت لو مصاحبه واحده قلبها قاسي كده، او جحده، او قلبها تقيل بزياده، صدقيني انت مع الوقت هتلاقي نفسك اتأقلمتي وبقيتي زيها. لكن لو مصاحبه واحده حنينه، لسانها حلو، بتعرف تراضي اللي قدامها، بتعرف تطيب خاطر اللي قدامها، بتعرف تمشي دنيتها وسالكه زي ما بيقولوا في كل حاجه، صدقيني انت هتتعلمي منها. فدوري دايما على الناس اللي هم يستحقوا يبقوا موجودين في حياتك، الناس الشطار اللي انت ينفع تتعلمي منهم، او الناس اللي هم قلوبهم حنينه. يكفي بس ان ممكن قلبك يبقى حنين عليا وانا اتعلم منك برضو الحنيه. لو فيديو النهارده عجبكم حطوا لايك، اشوفكم على خير، سلام عليكم.